مش قضية واحدة، دول بقوا قضيتين. الاهلي بطلا لكاس مصر على حساب الزمالك بعد قضيتين امام عاشور وقفشه. انا بالنسبه لي قبل ما نتكلم عن المباراه دي احلام العصر ان انا اشوف جوزيه مورينيو هو اللي شايل الكاس، وعلى الناحيه دي رونالدو لابس تيشيرت الاهلي، والناحيه دي توتي لابس تيشيرت الزمالك. صعبان عليا غير المباراه اللي هم شافوها، لان الاهلي والزمالك قدموا مباراه بامانه لا تليق ولا بالاهلي ولا بالزمالك، والاهلي ما جاش لحد الدقيقه 80. اللهم عارف لقطات من هنا على لقطات من هنا، وانا كنت متوقعه ان بقى هنشوف مباراه ممتعه، لكن لا، الاتنين كانوا قلقانين وخايفين طلعوا لنا المباراه اللي احنا شفناها دي. مباراه بالنسبه لي اول ما شفت تشكيل الاهلي والزمالك جات لي صدمه ان مروان عطيه مش في التشكيل. يعني انا كنت متضايقه ان كوكا مش موجود، وكنت بفكر بقى هيبقى ندفد ولا السوليه مكانه. قال لي لا، ده انا مش هلعب مروان عطيه. وبصراحه انا مش مع اتفاق كولر ان مروان عطيه ما يبداش المباراه الا لو هو كان حاسس انه مصاب، عنده شد، اي حاجه من دي. واي فكره بصراحه هي ما نجحتش خالص. وانت اصلا جربت ندفد والسوليه. انا فاكره في مباراه البلديه اللي انت كسبتها 5، البلديه لما كانت بتعمل عليك اي خطوره كان ما بيبقاش في اي حد بيساعدك ان انت تقطع الكوره. فانت شفت اصلا مع فريقا مع احترامي كبير للبلديه عامل ازاي، فمش هينفع تحطها قدام الزمالك. اعتقد بقى كولر كان بيراهن على الروتيشن، او عارف ان ممكن جوزيه جوميز هيرمي باوراق هجوميه جدا، فكان عايز هو كمان يبقى عنده كثافه تساعده على الهجوم. بس ده كله ما حصلش. الحقيقه ان الاهلي لو كان بدا بمروان عطيه كان هيقدر يسجل بدري في ظل تشكيله جوزيه جوميز الهجوميه اللي كانت هجوميه جدا، بس كان عندها مشاكل في الدفاع. بس احنا اصلا ما كناش عارفين نستغلها لان احنا كنا وحشين جدا. بغض النظر طبعا ان احنا فرحانين ان الاهلي كسب وكلنا مبسوطين، ودي سمة اكيد الفرق الكبيره، انه لو اليوم مش معاك والكوره مش مساعداك وانت مش في افضل اداء، تعرف ازاي ان انت تكسب وتنهي المباراه لصالحك. حتى يطلع يقول ده الحظ، ده انتوا الحظ ده عمره ما بيسيبكم. هقول لك الاهلي كان عنده توفيق فعلا، الكورتين اللي راح فيهم سجل بيهم اهداف، ولكن انا بشوف ان الغلط على الزمالك. انت ضيعت كتير، هي الكوره بتقول كده يا جماعه. اشمعنى احنا لما بنضيع ونستقبل محدش بيطلع يتكلم؟ ده الاهلي في مباريات كان بيروح ب10 فرص محققين ما بيجيبش منهم ويدخل فيهم جول. ده اللي عمله الزمالك، ولو ان طبعا الفرص المحققه قليله. هو كان عنده مشكله في اللمسه الاخيره وما استغلش التفوق اللي كان عنده في الشوط الاول والشوط الثاني، فضيع اهداف. وطبيعي ان انت تستقبل. هو ده اللي بيحصل مع الاهلي، وانت بتقابل كمان فريق كبير. هو ده الفريق البطل، وهو بيعرف زي ما بيقولوا كده من اين تؤكل الكتف وازاي يحسم المباريات دي. اي نعم كولر لعب بخطه بالنسبه لي كانت مجنونه، وهي خطه الصبر على المنافس، اللي هو عارف ايه، استنى لحد ما اديله الضربه القاضيه بواحده واحده واحده. كولر ما كانش متسرع، حتى تغييراته انا بالنسبه لي كنت شايفاها متاخره جدا، لان انت طبعا مش بتعلق على النتيجه، انت بتعلق على سير المباراه. ولو كان كولر استقبل هدف كان هيضطر ان هو يغير بدري، بس هو ليه انا ما استقبلتش اي اهداف. مين ما استأمنتش ده؟ فانا هفضل على زي ما انا، وهنزل بعد كده مروان عطيه وقفشه. ليه؟ ما اعرفش. يمكن تغييرة قفشه فيها تقسيم للمباريات. احنا عارفين ان كولر بيرجع لقفشه لما بنكون متعادلين، بيساعدوا قوي في الاخر. لكن مروان عطيه ده يبدا يا جماعه، وانا لسه ما زلت بشوف ان ندفد يلعب 8 افضل بكتير من 6. ومع احترامي الكبير قوي ندفد والسوليه ما بقاش لسه عنده السن ان هو يجري ويعمل الورك ريت ويقطع الكوره وهو اللي يلعب رقم 6. فالتبادل اللي انت بتعمله اجهد السوليه، وندفد انا بشوف ان هو رقم 8 افضل، فما استفدتش اي حاجه. وعندك في الناحيه التانية امام عاشور، كنت بتحاول دايما ان هو لما لقى نفسه اتزنق، لانه خد بالك الزمالك كان بيضغط قوي على ندفد عشان يمنعه من بلاء اللعب، فكان بينزل حسين الشحات لورا هو وتاو او اوقات كهربا عشان يبتدوا هم يبنوا له اللعب. فاللي حصل مفيش اي حاجه. الاهلي اول 5 دقايق كان ضاغط، بعد كده الزمالك استحوذ بشكل كبير جدا. الاهلي كان عنده مشكله في انه يقطع الكوره، وبعد حتى لو قطع الكوره هبنيها ازاي وهدرجها علشان ابتدي اشتغل عليها، اربط ما بين الخطوط. انا ما شفتش كهربا كتير، وده برضو مش غلط من كهربا، لانه خط النص ده هو رمانه الميزان ما بين ده وما بين ده. بما ان طبعا احنا كسبنا، فده اكتر وقت هتبقى متقبل فيه ان انت تسمع ايه المشاكل اللي كانت عند الاهلي. بص بقى فكره ان مفيش مروان عطيه هنا. زيزو بص هياخد الكوره من فين وهيفضل ماشي ومحدش بيحلق عليه. بص يعني ندفد جاي لسه بيجري وراه لحد ما هو هيفضل يكمل. وبص هنا ندفد اللي وراه والسوليه فين ومحدش معاه لولا مصطفى شوبير.
المشكله التانية برضو اللي كولر ما قدرش ان هو يعالجها، ان هاني كان عنده مشكله. يعني مصطفى شلبي كان كل شويه يروح واحد على التاني ويرقص، وهو كان كمان جوزيه جوميز بيعمل زياده عدديه بأمامه وفتوح، وبيخلي في الجبهه دي فيها اكتر من حد. انت برضو ما كنتش قادر تتعامل مع ده. مش معنى ان انت ما دخلش فيك اهداف ان انت ما تتكلمش على المشاكل اللي كانت موجوده. بص هنا فتوح بيرفع وده واقف لوحده خالص. بص ندفد قدامه، طب ده واقف لوحده، وزيزو الناحيه التانيه على الخط برضو واقف لوحده. بص الكوره بقت في الاخر عامله ازاي. اولا ده ما عندوش ادنى رقابه، فهو ماشي براحته. على الناحيه التانيه ولا يمكن لو كان بص لزيزو كان قدر ان هو يستفيد يعملها بشكل افضل. الناحيه التانيه بص حتى ناصر منسي واقف لوحده، اتنين كده حواليه، بس هو طلع وكان ممكن يشوطها. فهي اتقررت اكتر من مره. بص هنا ناصر سارق لوحده، ولو ان هو برده لعبها غلط كان يقدر يساعد. فضلنا مكملين برده في الشوط الثاني. بص مصطفى شلبي بيعدي من هاني واحد على واحد ومفيش مسانده ليه، لان انت خليت عمرو السوليه نازل يراقب عبد الله السعيد. انت فعلا عبد الله السعيد ما كانش ليه اي خطوره، بس خط النص بتاعك كان فيه مشكله كبيره. بيرسي تاو ما كانش قادر انه يرجع بالشكل اللي المفروض يرجع. صراحه الزمالك لو كان عنده مهاجم غير الجزيري وناصر منسي كان يقدر نسجل. بص الكره دي واخدها وكمل بيها. ده كده مثال عن اللي كان حاصل، بيلخص لك كده الاهلي كان عامل ازاي في الشوط الاول والتاني. بالنسبه لي اللاعب الافضل من الاهلي هو مصطفى شوبير. كان عنده ثبات كبير جدا، تصدى لتسديدتين، الاماكن اللي بيختارها اماكن مميزه جدا، كان بيختار صح وبيقف صح، ومحسسك كده انه حراسه مرمى الاهلي في امان بفضل شخصيته وفرحه ميشيل يانكون بيه، وهو بيقول له يس اللي هو انا فخور بيك. وفعلا ميشيل يانكون فارق جدا مع حراس الاهلي. وهنا لحظات الفخر اللي بيعيشها مع والده ووالدته. صراحه كنت حاسه ان كابتن شوبير اللي هو انا صبرت كتير قوي عشان اشوف ابني هو الحارس الاول في النادي الاهلي، وربنا عوض تعبه وصبر كل العيله دي، ففرحانه عشانه بصراحه. الاهلي كمان كان بيلعب على الكور الطوليه اللي بيعملها رامي ربيعه، وهم الزمالك كان عارف كده، فكان بشكل كبير جدا كلها بتطلع بره، والزمالك بيقدر ان هو يعملها بشكل كويس جدا. خط الدفاع بتاع الزمالك كان كويس، لان انت طبعا ما رحتش عليه بهجمات كتير عشان اكون امينه. ده غير بقى الميس بوس، انا مش عارفه اللعيبه كانت متوتره قلقانه عايزه تكسب مش عايزه تخسر. فميس بوس بقى من لعيبه الاهلي عارف اللي هو ايه، ما تعدش يا جيم. في الجزء الثاني الزمالك زي ما قلنا كان عنده اداء هجومي كتير، وكان عنده مشاكل في الدفاع. الاهلي اول ما استغلها هي ظهرت. انا كنت شايفه ان هي مخاطره اصلا ان انت تلعب بعبد الله السعيد واوباما، وبعدته كتير جدا عن مناطق الخطوره. عارف اللي هو لا سن ولا لياقه بقى عبد الله يبقى بيديلك ده، ديله في مركزه رقم 10 او 8، لكن ترجعه ويدافع مش كورته. ان انت بعد اصابه زيزو، طبعا الف سلامه على زيزو، ان شاء الله تبقى اصابه يعني خفيفه ويرجع للملاعب على طول. نزلت شيكابالا، فكان لازم تبقى عارف ان انت عندك ريسك هجومي. طبعا الناس هتقولي انت اتفرجتش على الماتش، ما الاهلي ما كانش موجود. ماشي، ما هو انت ما بتتكلمش عن مباراه، انت بتتكلم ايه اللي كان هيحصل لو انت خدت ده. طبعا كل ده ما حصلش، واللي حصل للزمالك كان افضل، بس ده كان ممكن ما يحصلش، وده اللي حصل. الاهلي كسب بايه؟ باخطاء دفاعيه. فضل صابر لحد ما كولر كان عارف ان هم هيغلطوا. بص هنا الهدف الاولاني كهربا اصلا وقع كان مع عمر كمال، وعمر كمال اداه لهاني. انا عايزاك تبص على تحرك امام عاشور اللي كان هنا وقفشه اللي كان هنا، وازاي اتحركوا في المساحه. فاكرين لو شفتوا الفيديو اللي فات قلت لكم الزمالك هيبقى عنده مشكله في الحته بتاعه العمق، والمساحه اللي قدام قوس ال 18 لازم ان احنا نستغلها. هو ده اللي عمله الاهلي. بصوا هنا الزمالك لعبوا على ايه؟ على الكوره، وسابوا بص مساحه يعني فدان واقف فيها الحكم وحد جاي من ورا كده. بص هنا قفشه بعد ما كان طالع قدام الخطوتين اللي خدهم لورا عشان يتحرك في المساحه اللي هو شافها، وازاي ان هو شاف امام عاشور واداها له. طبعا امام ايه ما بتجليش، وطبعا الكوره مش اوفسايد لان رجل عبد الله السعيد كانت مغطيه، ودي برضو حاجه توريك انه عبد الله السعيد في المواقف الدفاعيه عامل ازاي. طبعا دي غلطه بتحصل عادي. الهدف التاني بقى هي دي قيمه مروان. سيبك من الكرة راحت وجت، والزمالك كان خلاص كله بيحاول ان هو يجري علشان هو يجيب هدف التعادل، بس بص هو مروان قطع لك الكرة وهو اللي حولها لك. وانا قلت امبارح لازم نستغل الكاونتر اتاك. بص هنا طبعا تحرك امام عاشور في المساحه، والكرة دي عجبتني قوي لما اتعادت. بص قفشه رافع ايده وبيقول له اديها لي، عشان كده امام عاشور ما جلاش، هو فعلا اديها له عشان قفشه يسجل قضيه جديده. وبقت في علاقه حب كده ما بين قفشه وبعد الدقيقه 80 ويوم الجمعه وماتشات الزمالك، علاقه اتمنى الا تنتهي. يعني احنا مبسوطين قوي بالعلاقه دي. وما اجمل انتصارات الاهلي، وان اليوم يختم باحلى انتصار للاهلي.
طبعا امام عاشور بسبب طبعا الاسيست والهدف خد نجم المباراه، ولو انه والله قفشه يستحق نص الفلوس. كان بيقولوا اديني $500. $500 $500 من امام النهارده. الشيك ما جاش لسه. احنا هتديني كاش. طب نسجل بقى. اقل من نص الفلوس بصراحه مش هينفع. سمع بيقولوا ان هم هيقسموا الفلوس على بقيه اللاعبين، هم حرين بقى. قصدي امام عاشور. طب بالنسبه اللي توقعت ان انت هتسجل هدف، مفيش اي حاجه لميمس. والحقيقه دي كانت فكره كولر، ان هو دايما عايز يخترق من العمق. كان شايف المشكله اللي عند الزمالك يمكن ما كانتش بتتنفذ احسن حاجه، لان انت كنتش قادر تعمل تحولات هجوميه، واتكلمنا على كل ده. انا الفكره كلها ان الاهلي فاضل له مباراتين، وبعد كده هنرجع تاني للتوقف الدولي، ونرجع نريست الزرار تاني، وهتبقى حاجه بديعه. وبشكل كبير مصطفى شوبير ممكن يحجز مكان من ضمن الحراس اللي هيكونوا موجودين في التوقف اللي جاي مع منتخب مصر. واخيرا طبعا بصراحه التنظيم في السعوديه كان هايل جدا، من اول الملعب اللي كان بيتلعب، للاضاءه، للكاميرات، للصوت، استوديو التحليل اللي كان فيه مورينيو. مش متفق بس مع تامر وهو بيقول انه لو كان في مصر ما كانش هيبقى فيه نفس عدد الجماهير، لان احنا اللي موقفين عدد الجماهير ده. لكن حضرتك استاد القاهره ده كان بيهز جبال، ولازم فعلا اللعيبه ترجع تلعب في ساعه الاستاد كامله علشان نحس بمتعه المباريات. واخيرا طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، وربنا يجعله شهر البركه علينا كلنا ان شاء الله.